مساء الخير. اول حاجه ما ننساش ان شاء الله على الرسول، ونقول تاج الذكر لا اله الا الله شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. المهم، انتوا عارفين الاكله دي ولا مش عارفينها؟ طيب، اول حاجه حطينا زيت وحطينا شعريه بنحمرها في الزيت عادي الطبيعي اللي انتوا عارفينه، اللي كلنا بنعرف نعمله حتى لما نيجي نعمل رز. وحطينا ذره ملح بسيطه. تمام. المهم يا جماعه، الاكله دي اكلتوها ازاي وعندي مين ومن ايد مين؟ الاكله دي بتشبه اكله خليجيه اسمها بلاليط، بس هم بيحطوا على الوش بيض مقلي. بس احنا لا، احنا بقى البلاليط بتاعتنا بس المصريه. طبعا الاكله دي مشهوره جدا في الشتاء لانها بتدفي، بتدي طاقه. بس يعني قلنا يعني حابب حاجه بارده برضو. ممكن تعمل سخنه، ممكن تعمل بارده. انا عملتها بارده لان لما حطيت عليها الحاجه اللي انا هضيف عليها حطيتها بارده. المهم هنا اتحمرت الشعريه. هنسويها زي ما بنسوي الرز عادي. حطينا ذرة الملح ووصلنا للون اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي الحلو الجميل ده. هننزل بالمية عليها. طيب الأكلة دي كنتوا بتاكلوها عند مين؟ وكنتوا بتاكلوها انتوا مع مين؟ وكنتوا بتاكلوها بين ايد جدتكم ولا ستكم ولا زي ما بتسموها ولا فين بقى كنتوا بتاكلوها فين وعند مين؟ وبتسموها ايه عندكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات في كل بلد بيسموها ايه. هنا حطينا عليها الميه وهنسويها زي الرز بالظبط. هنا هو ما شاء الله تبارك الرحمن استوت وبقت مية مية مظبوطه. طبعا كده خلصت؟ لا مش خلصت. لما حمرناها وحطينا الميه وذره الملح البسيطه، لان احنا هنحط عليها سكر، فمش هنحط ملح كتير، هنحط بس ذره ملح واحنا بنحمرها. بقى الطبق التقديم. هنحط بقى الشعريه في الطبق الغويط، الطبق اللي انتوا حابين تاكلوا فيه. هنا اهو. بس كده؟ لا طبعا. هنحط عليها ايه؟ لبن او حليب. حليب في الدول الخليجية، او لبن هنا في مصر. هنحط عليها لبن. عايزين تحطوا لبن سخن حطوا، عايزين تحطوا لبن ساقع حطوا، بس انا حطيت لبن ساقع لان الشعرية سخنة فهتبقى دافية وحلوة ومعقول عشان الجو حر. لو احنا بقى في الشتاء بيبقى عادي ملهلبة مش مهم، المهم ان هي تدفينا. وهنحط عليها رشة سكر. اللي حابب يحط عليها سكر يحط عليها سكر دايت عادي. انا حطيت معلقة سكر دايت في جنب كده واكلتها ودقتها. اللي عنده سكر برضو يحط سكر دايت، يحط عسل. اللي مش حابب ممكن يحط سكر عادي بتاعنا عادي، مفيش اي مشكلة. وبس كده، وبألف هنا وألف شفا. آه، مش تنسوا تكتبوا لنا في التعليقات انتوا تسموها ايه عندكم، وكلتوها قبل كده ولا لأ. دي بقى البلاليط المصري او شعريه بالسكر زي ما بنقول عندنا. طبعا هي بنقول عليها عندنا هنا شعريه بالسكر. وبألف هنا وألف شفا. متنسوش اللايك وكومنت حلو زيكم، متنسوش تصلوا على الرسول. يلا سلام، اشوفكم على خير.